صات تيخلعوني بحال هاد الكولتس اصاحبي، ما تعرفش باش غيساليو. الدراري كنتخيل في قرايش تيديروا ديبريسور على داك الدين الجديد اللي خرج. كان يو تشيك اوت شكون هاد السيد، واش من علاقته مع ابو لهب. دابا فاش كيدير هاد تيقول شي سيتاسيون ما كنعرفوش كيسيتا من القران الجديد ولا القران القديم. لايك وات دود، واش هادشي ديالنا ولا ديالكم؟ شمالي ام سوري الدراري الشباب، ام سوري الدراري الشباب. كيجيو السلفيه تتوليو سلفيين، كيجيو الشيعه كنسمعوا الشيعه تشدوا في الشمال، كيجيو هذا الدين ما عرفتش من ديرهم مليح. المهدي المنتظر شي شمالي عظيم. بعد هو كاين واحد الرسول جديد، خصنا نديرو ديب دايف على هاد الدراري. كاين واحد الرسول جديد I just like I got glimpses of him. ما عمري تبعته، ديما داير واحد القطايه and ما عرفتوش مازال. خاصني نكتشف هاد السيد هذا. خاصنا نديرو ديب دايف. I know one friend of mine اللي عارف عليه، قرا كتاب وكاع. but I really need خاصنا شي ديب دايف. خاصنا نشوفو داك الدري صاحبي تيعرف عليه كلشي، غادي يقدر يعاوننا في هاد البلان هذا. وجئت لأحرركم من الطواغيت ومن العلماء غير العاملين، وجئت لأسس دولة غير العاملين. كيهضر مترجم بشات جي بي تي. العدل الإلهي. منذ إعلانه أنه المهدي والبابا الحقيقي الشرعي، يثير عبد الله هاشم أبا الصادق جدلا واسعا. فمن هو؟ اسمي عبد الله، واسمي مذكور في وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة وفاته. هو من مواليد عام 1983 لأب مصري وأم أمريكية، وانتقل إلى مصر عام 2008 ليبدأ مسيرته في الترويج للإمام أحمد الحسن، الشخصية الغامضة التي تزعم أنها اليمني الموعود. وإني رسول إليكم وإلى المسلمين كافة من الرسول محمد ومن الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري عليه السلام، ورسول إلى النصارى المسيحيين من عيسى عليه السلام، وإلى اليهود من إيليا عليه السلام. وجئت لأدعوكم لحاكمية الله. اللي ما لابس نفس البلان نفس الطربوش، واش ما عنده شي جبهه كبيره ولا ما عرفتش ارنو. قال لهم هو البابا، هو الرسول، جا باش يوحد كل شيء. and you know what's scary بزاف ديال الناس كيتبعوه، بزاف ديال الناس. وعرفتي what's scary more؟ بداو كيدخلوا حتى المغاربه في الدين ديالو. المغاربه في الدين ديالو. نقراو له كتابه خطاب البيان لقائم آل محمد أبو الصادق. أنت مع ليقول لهم اتركوا شو اللي تتبعوا. شو كلهم صحابو لابسين الطربوش ديالو، عزايبي ستيل ديالو. انت دود بديت كنقتنع. انا ما عرفتش علاش اقتنعت. هكا دخلوا دوك كفار قريش في الاسلام النهار الاول. الدراري هادشي بدا كيبان لي بحال عنده شي some good points. الدراري موسى عليه السلام ليقول لهم اتركوا فرعون هذا الملك الكاذب الذي لم ينصبه الله، الخلاص الذي يأتي بتأييد من اختاره الله. وي توكين thousands تبعين والآلاف متبعين هاد التخربيقه ديالو الجديده، الآلاف. جو بونس كو السويد على حسب ما قال لي الدري صاحبي هو اللي عارف عليه بزاف ديال الحوايج. بريتي شو يكون الناس دابا الدري صاحبي ساكن في السويد، سو ابارامون السويد جراو عليهم. السويد جراو على الطائفه ديالو. دي فاوند لايك لوب هولز باش يجراو عليهم. ما بغاوش شي طائفه اللي تصدق دايره شي انتحار ولا شي حلا وبنادم ميت. إلى بقية الله هلموا
هلموا إلى الفلاح والمساواة والسلام والرخاء. هل من ناصر منصور؟ Those were the words of Al-Hussein, son of Ali. كانت هذه what the fuck السلطات جيتيز لبيك يا أحمد what هي كلمات الحسين بن علي، Today, ولم يأتي أحد. سو apparemment جو بونس كو كان عنده شي حاجة مع الأفلام so born to an Egyptian father American Christian mother وحد لهم الدين ديالو and were raised as a Sunni Muslim okay attended the film Iranian seminar in Las Vegas so that's when الذي ناخذ الأفكار ديالو عقلت واحد النهار فاش دبس مع وسيم ولا وسمان على مع سهيل كنت نعاود على هذا الدين هذا على الرايليزم اللي فيه ان لي زيكستراتيرستر هما اللي جابوا الدين. I was just telling you the story. قلت لك زعما كون تيقولوا ان انا كنت اقرا وقلت among them بودا جيسس اند محمد هو يقول لي علاش قلتي محمد ماشي محمد صلى الله عليه وسلم باغي يلصقني وصافي بينما انا كنت غير كنقرا ويكيبيديا. anyway هاد الساط هذا ابارامون بدا مع الرايليزم هو ينتقل لان يأسس الدين ديالو كيتريني خدا الافكار اندن مشى لهاد اللعبه هادي. قال لك هاد عبد الله هاشم claims to be a follower of Ahmed al-Hassan. وشكون هو هاد أحمد الحسن؟ is an Iraqi Shia Muslim religious leader. He's been called the most prominent figure claiming to be pre-Messianic al-Yamani. شيش disappeared في 2007. وقتها هذا كان ادعى أنه رسول واحد الوقيت. شخصية دينية شيعية يدعو للناس على أنه اليماني الموعود الذي يعتقد فئة من الشيعة الاثنى عشرية أنه يمهد لظهور المهدي وأول مهديين الاثنى عشر بعد الأئمة الاثنى عشر نذكر في رواية وصية لا يقصر الشيخ الطوسي. كنتابع على هذا هو سني في الأصل هاد الساط هذا. غاية الحكيم The official gospel of غاية الحكيم. I think we need to read his book. We have to download it at الدراري. I can't. I need to know. Is this guy is the real is he the real deal? Okay, so هذا كتابه هو كتب هذا الكتاب هذا غاية الحكيم إنجيل قائم محمد. سو إنجيل ديالو الإهداء إلى الله. إلا كان إنجيل راه الله اللي صيفط لك الإنجيل ليش غدير الإهداء ديال الإنجيل الله اللي أصلا هو يصيفط لك الإنجيل؟ That makes no fucking sense. بحال القرآن يكتب تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إهداء إلى الله like dude no stupid what the fuck تيهضر بالقرآن أصاحبي. شوف بالنسبة ليه العهد الأول العهد الثاني العهد هذا العهد السادس مع محمد صلى الله عليه وسلم باش تعرفوا مسلم مع صلى الله عليه وسلم وكلهم الآخرين عليه السلام. في معرفة الأبدان السماوية تناسخ الأرواح انتقال الروح في معرفة الأموات المسخ وعجائب عالم الحيوان. باي ذا واي راه اتس سو ايزي انك تدخل بنادم لهاد التخربيقي. بنادم تيجي داك المخربيق اللي كيدير انستغرام ويبدا يقول لهم تيقول لهم راه الكعبه باز دوني وداك التخاور داك الساط اللي كيبدا يخور بزاف الناس تتبعوش انت عارفه تيعرف تبارك الله منين تعلمتي هادشي هادشي واعر حيت الاغلبيه صاحبي مكلخين فريمون الاغلبيه مكلخين والله. زعما انا ما عمر ديما كنقول كل اغلبيه شويه زعما الاغلبيه ديال الناس راه مزيان ولكن راه الاغلبيه حميره صاحبي راه ما يمكنش
واحد كيقول لهم الله كيجلس فوق الكعبة، الحجر الأسود هو الطريقة télécommande باش تكونترولي like dude shut the fuck up. شنو قراو الدراري في معرفة تحريف القرآن what اش كيقول هذا؟ يقول لي جا باش يصحح القرآن. القرآن الكريم هو كتاب أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعتقد معظم المسلمين أن القرآن الكريم الموجود بين أيديهم هو كتاب محفوظ ولا يمكن أن يناله أي تحريف، ويؤمنون أنه أيضا أعظم كتاب عرفته البشرية، وأن كلمته هي كلمة الله سبحانه وتعالى وليس كلمة بشر عادي. عندما ننظر إلى رواية آل البيت منهم السلام القائم منه السلام يأتي بكتاب جديد غير قال الإمام الباقر يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد. قال أمير المؤمنين كأني أنظر إلى شيعتنا ناري بغا دير كتاب جديد زب. وادعى آخرون وحتى عائشة زوجة النبي قالت أن داجن شاة أكل جزءا من القرآن الكامل مع آل محمد. توضح رواية آل محمد منهم السلام أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جمع الإمام علي القرآن كاملا كما أنزل على محمد وأتى به القوم لكنهم رفضوه. بغا يقول لهم زعما القرآن محرف وهو اللي غادي يصححو. خطير هادو المهم تحريف القرآن بغيت نشوف أنا الفكرة. كلمات عيسى في القرآن القرآن كلام ما قالته الله. وهل يقول الله إياك نعبد وإياك نستعين وهل يقول الله عن نفسه إياك نعبد؟ قلت لا أظن له. حكومة تخفي الحقيقة. بإمكاننا أن نرى في القرن أصبحت مجموعات مخطوطات حمد الإنجيل مفقودة لنا. قال أحمد الحسن أريد برنامج يجعل الناس منه السلام. هو الإمام أحمد الحسن برنامج يجعل الناس تفهم أن ليس من مصلحة أمريكا وإسرائيل أن ينفى الدين الإسلامي الحالي ولا مذهبه، لأن هذا الدين والمذاهب يجلب الأموال والأمان لهم. حدثني دابا هو تيعاود هو حدثني الإمام أحمد الحسن هو داك الآخر اللي شفنا داك هو الإمام ديالو اللي كان حتى هو مهدي آخر. الإمام الحسن منه السلام قال لك سوف يكون أول مسجد يعبد فيه الله بدينه الحق في أوروبا. غادي نديرو الكعبة ديالنا في أوروبا ولا كيفاش غادي نبداو نصليو جهاد أوروبا؟ ولذا أنتم مقدمون على فتح المبين وسوف يكبر ويعلو شأنكم بإذن الله. لن يرحب بكم الظالم لن يحب أحد، لكن في الظاهر سيتعاملون معكم على أساس ديمقراطي مزعومة. إنها أرضكم ولدي سوف تكون تحت حكم الله. نارق أوروبا. والآن لديكم سكنا في إحدى بلاد أوروبا مسكن واحد وإن شاء الله سوف يأتي المزيد بفضل الله. Promised Land هي أوروبا. وبالفعل أقيم أول مسجد في أوروبا. خطة الله. صاحبي الملحدين يحشموا يقراوا هذا الكتاب صاحبي. انهباط علامات القيامة وشيكة. شنو هي علامات القيامة؟ فردة حداء سوف تشعل حرب عظيمة بين دولتين طاغيتين وتهلك الطرفين. قلت سبحان الله. فردة حداء زعما ديك الضربة اللي ضربو بالفرد بالصباط ضربو بوش طز ما درت حتى حاجة. هذيك مصائب سوف تضرب العالم وكثير من العقارات في العالم لن تساوي شيئا. قلت زدني روحي لك الفداء. قال الإمام سوف ينقرض طائر النورس. What the that's so specific. Is this true? هل طائر النورس معرض للانقراض؟ This is so fucking specific. الصدق makes no sense. سوف غادي ينقرض طائر النورس وستكتشفوا أنواع جديدة. قلت سبحان الله. بلاتي قال لك تجربة علمية تخفق وتتسبب في الكثير من الضرر وحيوان صغير جدا يسبب حدث دولي. نحن نعلم الآن أن هذا الحيوان هو فيروس كورونا. The only thing is فيروس ماشي حيوان. That's so fucking dumb.
ليس هناك طائر واحد يحكم عليه بالانقراض. توجد 50 نوع من فصيلة هذا. الأنواع الشائعة ما زالوا آمنة إجمالا. النورس لا دابا واش كاع النورس غادي ينقرض ولا غير شي نوع ديال النورس؟ is virus an animal. الفيروسات ما كيتعتبروش كائنات اصلا. it's a multicellular organism with cells that have nuclei. you know it's not considered an animal. هاد الرسول هذا ما عندوش مع الساينس. الرسول الجديد ما يقدرش يعيش بوحده، خصو الفيروس ليس حيوانا. الفيروسات كيانات مجهرية لا خلوية تعتمد على خلايا الكائنات الحية للتكاثر، وما عندهاش بنية خلوية ولا أجهزة إحيائية كالتي تميز مملكة الحيوان، لذلك لا تصنف ضمن الكائنات الحية التقليدية ولا تنتمي إلى مملكة الحيوان. شنو؟ It's not. إذن هل بدأ القيام بهلاك الملك عبد الله وظهور الإمام المهدي؟ نعم بني. أوكي. ما يهضرش على ال AI. هل يبدأ القيام بقيام عسكري؟ حسب ليس بشرط. أم يكون القيام قيام فكري بأن دولة كاملة على سبيل المثال تؤمن بهذا الدين؟ ممكن أن يلغى وليس يؤجل. يلغى. لا تكون هناك دولة عدل إلهي من الأساس في كوكب الأرض أبدا. القيام ممكن أن يكون الآن على أرض ما ثم يتغير ويذهب إلى أرض أخرى ويلغى في بقعة. قالك واش من يقع في الأرض من الأساس بسبب ضعف المؤمنين أو وجود الخونة، لكن أن لا يحصل من الأساس فلا. يعني كي كيهضر هادشي. كم من العالم سيكون في دولة العدل الإلهي، الدولة اللي بغاو هما يأسسوا؟ كثير، لكن ليس بالحجم الذي تتخيله. تقريبا كم؟ الدول العربية كاملة غيتبعوا الدين الجديد، وأجزاء من دول أخرى وأخرى بأكملها. يعني مثلا ثلث العالم أو أربعة. هذا بحال داك عرفتي داك فاش يكون دوك الأعرابي اللي كيجي يسول الرسول وكيبدا يلصق فيه بديك الأسئلة الغريبة. الكرة الأرضية وكل شيء بين يديك، لكن أن دولة العالم ستستمر خلال العهد المهديين حتى تكون الأرض بأكملها. قال له الإمام إنها مسألة الكر والفر، نأخذ أرض وتضيع أخرى حتى نسيطر عليها كلها. أسوأ مرحلة هي مرحلة حكم آدم عليه السلام. وات من خيانة وطعن في الدار. كانوا جوج الناس آدم. it makes sense. it makes sense. إلا كان آدم وحواء وجوج ولادهم وجوج بناتهم اللي تزوجوا بهم، آدم وحواء تزوجوا بخواتاتهم، فحرفيا 1/6 ديال البشرية مجرمين. which is a big number. so هي أسوأ number بناحية ديال البرسنتاج. dude this is fucking stupid. وما فهمتش كيفاش الساط عنده بزاف ديال الأتباع. تيعيطوا له القائم. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كيشبهوا له أصاحبي والمهديين وسلم تسليما. تفضلوا. In the name of Allah, بسم الله the one, الواحد القهار، and may Allah send his prayers and وصلى blessings الله upon على محمد and the وآل family of محمد the Imams الأئمة and والمهديين وسلم تسليما. Allah subhanahu wa ta'ala قال الله says in the سبحانه Holy وتعالى في اللي ساكنين في المهدية تيتسموا مهديين. القرآن And الكريم: mention, O Muhammad, وإذا أخذنا من took from النبيين the ميثاقهم prophets their covenant and from ومنك you. فقط السطا هادي كدير معاهم هنايا وهادي. what is this shit؟ ويعشر زروعكم وكرومكم and of your ليوزعها على أصدقائه وحاشيته، ويأخذ عبيدكم وجواريكم وشبانكم الحسان وحميركم ويستعملهم for لشغله، his own use. He will take 1/10 of your flocks
ويعشر غنمكم وأنتم تكونون له عبيدا، فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه لأنفسكم، الملك فلا لا. يستجيب لكم الرب في ذلك اليوم. إيه، فتصرخون في ذلك اليوم من وجه لا شنو كيسميوه هما قلت لي؟ المهدي قائم آل محمد. اوكي. This is a really good research thing. انا غادي نعطي الاو 3 برو يقلب لي كل شيء عليه. غادي نجبدو له الاصل والفضل، نديرو مود بريسيرش، غادي نجبدو له تفاصيلته. حنا ندورو شويه في داكشي ديالو على ما يسالي هاد اللعبه هادي. هروب وليد اسماعيل من مناظرة انصار المهدي. صاد تيخلعوني بحال هاد الكولتس اصاحبي، ما تعرفش باش غيساليو. تخيل اصاحبي الدراري كنتخيل في قريش تيديرو دي بريسيرش على داك الدين الجديد اللي خرج. كان يو تشيك اوت شكون هاد السيد، واش من علاقته مع ابو لهب ومنين كيجيب الفلوس، شنو الفكره ديالو داكشي اللي كيقول. اسماعيل زعما كيديروا مناظرات مع الشيوخ. وات ذا فاك. بداية بغينا نشوفوا كيفاش تيتعاملوا مع المسلمين. ديك الهضره ديالهم مع المسلمين كي غادي تكون الزعامه اللي فيهم انهم تيديروا. تخيل ماشي ملحد اللي كيدير معاه ولا، ولكن واحد تيقول له لا القران محرف وحنا عندنا القران جديد. نعم. أعتقد هل يوجد لديك شيء ثاني عفوا، أو نبتدئ مع الأخ مع أحمد؟ تفضل أستاذ أحمد يشرح لنا الحديث الذي اعتمدوا عليه في إمامة أحمد المهدي أو أحمد الحسن. أحمد لك الوقت. في بدء الأمر شيخ وليد إسماعيل، دابا راه هو المقصود ديالهم في هاد الكولت هذا، لدرجه ما كيديرش داك البيني في راسو. عندما عنوان المناظرة كيف نتعرف على الإمام المهدي سلام الله عليه عند ظهوره، حتى نكون أصحاب دليل وأصحاب علم. باش تعرفوك ميم شي تخويره بحال هادي وي نو كو هادي غير تخويره، وي نو كو هذاك ولد الذين ها طلقه كان في لاس فيغاس مع الرايليزم، جا هو يكري دين جديد. ولكن شوف اصاحبي بنادم كيتبع ها هو شو كيهضر. دابا كون ما عرفناش شنو واقع وسمعنا غنقولوا هذا هذا غيكون عنده هذا تيهضر بطريقه فشكاله، غالبا عنده شي فكره. الفكره كيدافع على هذاك الساطم والبيني هو الرسول الاله ولا ما عرف شنو جديد والبوب جديد. أولا الاحتجاج. هل لديك يا شيخ وليد، احنا دلوقتي ملناش دعوة بقصة الشيعة والسنة. لعنة الله على علماء الشيعة قاطبة. باسكو هما ماشي شيعة ولكن ماشي سنة، عندهم دين جديد. لعنة الله على الحوزات العلمية قاطبة. هذيك اللعبة دخلوا بالرات احنا معاك. نحن أنصار الإمام المهدي عليه السلام، نحن أنصار الإمام المهدي عليه السلام، نحن من الله ولا نأخذ إلا من حجة الله. أعزائي المشاهدين، من حجة الله. الله سبحانه وتعالى حذرنا من اتباع العلماء الغير عاملين، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. دابا فاش كيدير هاد تيقول شي سيتاسيون ما كنعرفوش كيسيت من القرآن الجديد ولا القرآن القديم. لايك وات دود، واش هادشي ديالنا ولا ديالكم؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هادي ديالنا. تمام؟ فالسؤال شيخ وليد، عشان نكون منصفين، حتى نعرف الناس كيف يتعرفوا على الإمام المهدي سلام الله عليه عندما يظهر، عشان على القليل حضرتك سيب رسالة للناس لما تيجي تموت، تكون حضرتك سبت رسالة للناس ازاي يتعرفوا على المهدي لما يظهر. انا باي ذا واي كانوا غادي يسموني المهدي. لا ماشي انا، مش انا ولا خويا اللي كان غادي يسموني المهدي. كانوا قالوا المهدي، انا كانوا بغاو يسموني مولاي محمد. كنت غادي نكون المولى محمد الاول. لا ماشي انا اللي كانت تسمي المهدي. انا غير ماشي الدار ديالنا اللي قالوا المهدي. قالوا كانوا بغاو يسموني مولاي محمد، بعد سميت
مروان which is much better. ماشي على ود انا مولاي محمد سميت جدي دونك ماشي but I don't look like مولاي محمد. I don't act like مولاي محمد. كون كانت عندي دابا سميتي مولاي محمد غتجيني صعيبة انني نقول لك الله ينال ديما كود لك ما سميتيش مولاي محمد. thank god نقدر نقول لك سير سكيبي يا مولاي محمد سكيبي قاردي مولاي محمد 53 حتى واحد ما غادي يدخل للستريم مولاي مولاي محمد 53 يلا ودخل دابا انت يقلب على كيك ديالي مولاي محمد 53. ازاي اميز اولا من كتاب الله مدعي الحق من مدعي الباطل؟ لانه بدأ الاسلام غريبا نفس الجملة كيقولوها الكفار كيقولوها المسلمين. هاد بدأ غريبا وسيعود تيقولها لك اللحية ويجي عندك هذا دابا خرج لنا دين جديد ويقول لي حتى هو بدأ غريب. تكيسوا علينا صاحبي. وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا ليه؟ لأنه جايب شرائع غريبة وجديدة على الناس. not so جديدة. الصيام بقى الحج بقى maybe الصلاة. أنا أتكلم عن المهدي مش المهدي بتاع الشيعة اللي قاعدين بدندنوا عليه. لا 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 مين ديالهم؟ لا أنا كلامي عن المهدي اللي يولد في آخر الزمان. أعتقد انتهت 3 دقائق عفوا. نعتذر منك أستاذ أحمد. سر عطا يا أخي الشيخ والله لا أول مرة كنت نتفق مع المهم مازال ما عرفت شنو غايقول ولكن كنشجع هذا الشيخ هذا. تخيل ما عنديش مع الشيوخ ودابا تنشجع هذا الشيخ هذا باش يفرع لي هذا بدأ غريبا. بداية يعني الكلام الذي قاله لا يمت إلى الواقعية وإلى العقل. عيسى لي هذا غادي ندوزو لهاد البلان هذا نقراوه باسكو دابا درنا عليه دوكيومون. انت غنداونلود بي دي اف فول دوكيمنت دراه نقراوه بمرة ما يسالي الهضره ديالها. وإلا لو أتينا إلى القرآن الكريم الآن فهي كلها آيات عامة لا تتكلم عن المهدي، وهناك آيات تتكلم عن الحق وآيات تتكلم عن الباطل، ونحن نتكلم عن شخصية بعينها، فلا بد أن يكون هناك دليل قطع الدلالة على تلك الشخصية ابتداء، ثم نرى هذه الشخصية طيب عنده الريزونمون صاحبي قليبي كتشوف تتوافق مع الحق أم تتوافق مع الباطل بعد ذلك. لذلك أنا ابتدأت بالحديث واستغربت أنك نهيت المناظرة قبل أن تبدأ بلعنك للعلماء. فمهديك الآن ابتدأ قصة حياته بحديث عن عالم ألا وهو الطوسي، والطوسي نقله من بعض الرواة. الدراري واش الطوسي هو الطوسي اللي كنعرف ولا كاين شي طوسي آخر؟ باسكو كاين جوج ديال الطوسيين، كاين واحد الطوسي ولكن شيعي وكاين واحد الطوسي آخر يمكن I'm not sure على اش كيهضروا. الطوسي واحد الطوسي واعر ماشي الطوسي دراجة. كاين الطوسي الشيخ الطوسي وماشي هو هذا. بلاتي نجيبو لكم ليكسبير. الو خي في ستريم دابا داير واحد ديب ريسيرش على القائم آل محمد. بغيت ليكسبير الصاد بغيت ليكسبير. دراري غنجيب لكم اكسبير على هاد الساط هذا خبير غادي يعطينا اللاصق. لا هو تانتريسا بهاد البلان هذا هو اللي عاود لي عليه. ما عمري انا سمعت على هاد الساط تعاود لي عليه. هادي شي 4 شهور ولا شي حاجه. شو المعتقدات ديالهم؟ الحجاب للمرأة مجرد سنة مستحبة. اوكي احتساء المشروبات الكحولية مباح شرط الاعتدال. this is good. تقبل المثليين جنسيا اوكي. فرضية العباد لا يرون صلاة الجمعة واجب. الصلوات ال5 موضوع إعادة متى شي ملحد دابا بغا يعاود يدير لك الريسكين
شهر رمضان الحقيقي لا هو شهر القمري بل يوافق شهر ديسمبر من كل عام شمسي. وات قداسة مكة المكرمة ترى جنة الأحمدي أن موقع الكعبة ليس في مكة بل في مدينة البتراء بالأردن. وات ذا فاك. الانتشار الحالي العراق ومصر المغرب 70 تابع بايعوا أبا الصادق. تمكنت العناصر الأمنية البوليس خليهم يأمنوها صحيح. تمكنت العناصر من تحديد هوية من وضع مشروط أن سيدة تبلغ 35 عام دون أن يتم توقيفها. مزيان عندنا حرية تعبير الدراري. جاء في موقع جماعة الدين الأحمدية السيدة واحدة من 70 تابع مغربي أعلنوا بيعتهم لعبد الله هاشم. 70 that's a lot الساطة إلا جيتي تشوف. وواحدة من بين آلاف منتشرين في الدول العربية والتي تغني أنه المهدي المنتظر. 70 يا اسبريس الساط. ظهور المهدي المنتظر بن قرير يستنفر الأمن الوطني. شي دعواه أنه البابا الشرعي. اوكي let me see وش السلام عليكم. خير مروان. اهلا راك لايف دابا راه الدراري كيسمعوك. باي ذا واي مرحبا. I'm just saying. المهم غير يكون الصوت مزيان وصافي. انا كما قلت لك راه كنتمشى. الصوت هو هذاك. سو صاد دابا حنايا جالسين ودخلنا في واحد الرابط هول ديال الشيخ ابو الصادق الامام المهدي قائم آل محمد. ودابا البلان هو انت اول واحد هضرتي لي عليه. انت هو الاكسبير بالنسبه لي على هذا باسكو تانتريسيتي. علاش انت الاكسبير دابا في هذا الموضوع هذا؟ كيفاش تانتريسيتي في هذا الصاد؟ اش غنقول لك، طلع لي في الرادار واحد المده هذه وقريت الكتاب ديالو. غنجيك من الاخر، قريت الكتاب ديالو. عنده واحد الكتاب تيليشارجيتو ضربنا فيه شي طله دابا نيت. قريت الكتاب ديالو بالونجلي وبالعربيه جوج مرات. يعني قريته المره الاولى بالعربيه ومن بعد اكتشفت بانها العربيه ترجمه دايرينها شي وحدين معاه، ومن بعد قريت لونجلي اللي هو لا فيرسيون اوريجينال، لحقاش هو كيهضر لونجلي احسن من العربيه. سو هذا ما مكتوبش بالعربيه، داكشي بان لي بحال مترجم شويه. بصح مترجم وخدامه معاه في الترجمه واحد السيده من هذوك لي ليوتنو الكبار ديالو مصريه، يعني عاونت بزاف في الترجمه. مي هو غالبا كتبوا بالونجلي لان هو باه مصري وامريكانيه. وي كابر في فيرجينيا. اسمح لي غير واحد الدقيقه. مزيان تفضل. اسمح لي غير واحد الدقيقه الدراري، اسمحوا لي غير واحد الدقيقه. اسمح لي هذاك فاوند ميناج مع خوها. مرحبا. راه صيفطولك. لا سالا دقات عليا قالت لك شي واحد قالت لي راه عاد سالينا مصباح هما وحده مع خوها كيجيو عندي في كل جوج سيمانات كيضربوا الدار تيردوها تتشعل. anyway اسمح لي. المهم ما يكونش خوها لابس طاقيه كحله وصافي، غيكون لا ما لابس طاقيه كحله. لا المكسيك مساكن كاع ما دخلهم من عند البلاك بيني جانجز. شوف راه يود بي سربرايز، راه عنده الاتباع في المكسيك. ويلي عنده الاتباع في المكسيك، عنده الاتباع في العالم كامل. شي لبس داك البلاك بيني هو هذا هو الستيل ديالو. دابا شوف كيسميهم البلاك بيني جانج لان هو والاتباع ديالو. هو المهم هو ما كيفرضش عليهم، ولكن كاينين شي اتباع ديالو اللي كيديروا السنه وكيلبسوا بحالهم. لا رجال لا عيالات، ولكن هو كيقول لهم بانه راه كيلبس هذيك الطاقيه ماشي اقتداء ولكن زعما احتراما للرجل العامل، ذا وركين مان. كيقول لهم انه هذيك الطاقيه كان كيلبسها الانسان اللي كيخدم وكيجد ويجتهد. مع هو عنده واحد الناراتيف ضد من الائمه الشيعه. كيسميهم ذا نون وركين سكولرز، كيسميهم الائمه الغير العاملون. هادشي اللي قال هذاك هو كيقول لك انه انسان عامل. هادشي اللي قال نيت دابا داك في واحد كان دايرين واحد الضيبه مع واحد اللحيه مصري، هو يقول له بدا تيسب دوك هذا الائمه الشيعه. شوف دابا هو قصه طويله فهمت. المهم باش نجاوبك زعما بامانه، زعما علاش انتريسيت له. ما تانتريسلوش ديريكت،
كانت غير المهم فوق الفراغ كان طالع شويه على هذا الشيء ديال المذاهب، ولا خصوصا مثلا دوك المذاهب الباطنيه ولا بحال الشيعه كيسموهم العرفانيين. وبان في الرادار واحد الوقيته، وفي الاول زعما نشوف ما درتش عليه بزاف، لان طلعوا لي شي فيديوهات هاك وهاك. مي من بعد لقيت القناه ديالو نيشان هذيك ذا مهدي هاز ابيرد، وفي ديك القناه كاينين شي فيديوهات طوال اللي هما فيهم فورما طويله اللي شي شويه في شكل منهم داير واحد لا سيري سميتها مدرسه العلوم الالهيه، The School of Divine Mysteries، يعني كتبان لك شي شويه ديال الباطنيه ديال ليزوتيريزم في القضيه. عنده واحده اخرى سميتها The Everlasting Supper، العشاء الابدي، نسبه الى The Last Supper او العشاء الاخير ديال المسيح. ولكن شنو كيدير انا ديال اللي خلاتني نتلفاجي الكتاب ديالو، لان لقيت واحد الحلقه ديال العشاء الاخير، وكان بدا الحلقه الاولى كانت على العهد الاول تقريبا بحال الابواب ديال الكتاب ديالو. عنده هو 7 ديال العهود، يعني كان 6 العهود قبل منه هو العهد السابع. الحلقه الخامسه العهد ديال الرسول محمد قال لك هو العهد السادس. هو السادس. دونك بالنسبه ليه كان العهد الاول مع سيدنا ادم، كان العهد الثاني مع سيدنا نوح، العهد الثالث مع سيدنا ابراهيم، العهد الرابع مع سيدنا موسى، العهد الخامس مع سيدنا المسيح، والعهد السادس مع سيدنا محمد، والعهد السابع هو ديالو. هذه هي الفكره. من بعد غنجي نقول لك انه راه ماشي ديالو، حيت هو كيقول ديال واحد اخر، ولكن هذاك غير ديتاي. قلت لك لقيت واحد الفيديو ديال Everlasting Supper، الديكور ديالو كيشبه بزاف لذاك لوحه العشاء الاخير ديال بريستين شابل ديال اللي كاينه في الطاليان. وجاتني بيزار لانه الحلقه كانت على يسوع المسيح، وجالس معاهم بحال دارين به الحواريين في نفس الديكور، الطبله كلشي لابس الكحل، ولكن الهضره اللي قالها على المسيح كان شويه في شكل يعني قلت كيفاش خونا داير حلقه كتقلد العشاء الاخير وحرفيا كيسب في الشرف ديال يسوع المسيح وديال الحواريين وديال داك الشيء كامل. دونك تما بديت كنقلب عليه، عاد فهمت هذيك النظره اللي عنده. الكتاب ديالو بيزار، هذا هو اقل ما يقال عنه بيزار. اول حاجه بيزار فيها انه كيقول ان فيه 40 باب، ولكن ملي كتقرا كتلقى 42 باب، دونك كاين 2 الابواب اضافيه في الاخر. سماه غايه الحكيم ولا The Goal of the Wise، وهذا انتحال ديال واحد الكتاب واحد اخر. كان واحد الكتاب ديال الخيمياء وديال ربما السحر وداك الشيء قديم من القرن 12 للقرن 13، سميتو غايه الحكيم، وما عندناش لا فيرسيون اوريجينال بالعربيه. كان ربما الا ما خدناش الذاكره باللاتينيه سميتو بيركاتريكس ولا بيكاتريكس شي حاجه بحال هكذا. ودونك مسميه غايه الحكيم. شحال من واحد كيسحاب له راه هو داك الكتاب، لان معروف في الاوساط ديال صحاب السحيري ميري، مي سماه غايه الحكيم هو بهذه التسميه هذه، ودار فيه كي قلت لك 40 باب. فاش تقراه كيبان لك خونا فاو ديال بصح. هو شنو الفكره ديالو اللي الاساس ديال داكشي؟ هو جمع بين الاسلام والمسيحيه، ياك هادشي اللي بان لي مع كاع دوك الديانات الاخرين. كثار. شوف هو على حسب لونغل دو فيو ديالك. الا جيت مثلا توصفها كنهضروا بطريقه اكاديميه، فهمتني، حيت كاينين الناس اللي بداو كيديروا عليهم ابحاث، وهذه مالوغوزمون لحد الان الناس اللي كتبوا عليهم بطريقه اكاديميه، يا اما واحد خونا راه مشات لي سميتو، راه هو اللي دار له لا بريفاس ديال الكتاب اصلا، واحد دكتور امريكاني ربما من اصول سميتو اريا شي حاجه، من اصول ايرانيه يمكن، هذاك من داخل معاهم، يعني هذاك داخل في الدين ديالهم، دونك غيكون بايزد. كانوا واحد المره داروا اوبن دورز لواحد المجموعه ديال السكولرز، دخلوا عندهم عطاهم الكتب I'm yet to see anything serious coming out of that discussion. وكاين عاود غيسامون واحد الاستاذه اللي هي مختصه في الدراسه ديال كتسمى نو ريليجيوس موفمنتس ولا الديانات الجديده، واللي بصدفه كانت قراته او عرفته فاش كان في الجامعه هذه واحد 20 عام ولا 18 عام، وزارتهم وداروا معه واحد الحلقه، وكتبان لي كاين شي، يا اما هي شويه بايس، يا اما هما كيحاولوا يستعملوها ليهم، بالإضافة انه فاش بريزونطا هو قال لهم
غادي تنضم لينا عما قريب، ولا قال ربما غتنضم لينا عما قريب. وكان فافورابل بزاف. ما كانش شي ساينتيست ديال بصح الله كاين شي واحد، ولكن هادشي شوف شخصيا ما لقيتش صراحه. هادشي بلان حيت يعطيك واحد النظره على لايك كيفاش كيبداو الديانه. المهم ما عرف، يقدر يكون لايك سوسيولوجي، لايك في السوسيولوجي مريقله صاحبي. غنجيو علاش وكيفاش، لان كاين واحد التاريخ خونا ما جايش غير هكذاك عشوائيا. لا بغيت نقول لك انه التعريفات كاين اللي غيعرفهم انهم واحد سبين اوف ديال الشيعه، فهمت؟ تقدر تجي وتقولها ومحقق انك تقول انها سبين اوف ديال الشيعه الاثنا عشريه، واخا ملي غتبدا تحفر غتلقاهم بعاد على، يعني كاين الاعتماد على شي حوايج في العقيده ديال الشيعه الاثنا عشريه، خصوصا العقيده اللي كانت بانت في القرن الخامس ديال الائمه، خاص يكونوا 12، خاص يكونوا معصومين، خاص يكون الامام الثاني عشر حي. يعني هذه العقيده هذه كيعتمد عليها، ولكن كيزيد عليها حوايج اخرين. الاشكال واحد اخر انك الا جيت تشوف، الا شفت الكتاب بحد ذاته وشفت الفيديوهات سورتو ديال مدرسه العلوم الالهيه او لا، غتلقى باللي بلوطو واحد الديانه اللي هي سانكريتيك، واحد الديانه اللي هي فيها ميلونج ما بين عدد ديال الديانات. يقدر يبان لك غير الاسلام والمسيحيه، ولكن القضيه اعمق من ذلك. نعطيك مثال دابا، باش نقول واحد القضيه. دابا هو عنده الكتاب ديالو جديد، الكتاب المقدس ديالو اللي هو غاية الحكيم، راه كيسميوه انجيل قائم ال محمد. دونك بالنسبه ليه هو انجيل او بشاره. ملي كنقولوا انجيل او بشاره، ضربت الله عليه غير شويه، لقيته مشيت غير البارتيه ديال القران تيهضر على ان القران محرف، وان هذا الشيء ديالو هو اللي جاتي تماما. دابا هو شنو كيقول لك؟ هو كيقول لك كما مثلا المسلمين كيقولوا انه راه كنامنوا بالتوراه وبالانجيل محرفه، ولكن وقع فيها التحريف. المسيحيين حتى هما دار نفس ما كيقولوش وقع فيها التحريف، ولكن كيقولوا بانهم عندهم تفسيرات ديالهم للعهد القديم اللي اليهود كيقول لك انها هرطقه. هو شنو كيقول لك؟ هو كيقول لك شوف، انا عندي كتاب جديد، هذا الكتاب هذا انجيل بمعنى بشاره، يعني ماشي انجيل في الطريقه الفهم الاسلامي للانجيل، ولكن يعني بالطريقه المسيحيه، لان الايفونجيل في المسيحيه هو بشاره اللي ماشي بالضروره جات من عند الله، ولكن مكتوبه بوحي الهي. يعني الا جيت تشوف مثلا الاناجيل الاربعه القانونيه، متى لوقا مرقس، كل واحد ديال واحد من الناس اللي كتبوها، وماشي كلام الله، يعني وحي الهي وصافي. مي او لا ماشي حتى وحي، بحال واحد لو جيد اللي هو روح القدس كان كيقيدهم. هو كيقول لك انا الانجيل ديالي فوالا راه بنفس الطريقه، يعني فيه واحد بنفس الطريقه. مي شنو كيقول لك شوف، جميع الديانات وقع فيها التحريف، وكيقول لك جميع الكتب السماويه، وماشي غير هاد الثلاثه هادو، كيقول لك جميع الكتب السماويه وقع فيها التحريف، وانا الوحيد اللي عارف شكون هما الايات اللي هي حقيقيه والايات اللي هي محرفه. دونك من كتقرا الكتاب ديالو شنو كتلقاه كيستشهد بالقران، كيستشهد بالتوراه، بالتناخ كامله ماشي غير بالتوراه، يعني كيستشهد بتنح التوراه غير دوك الخمسه الكتب الاولى ديال موسى، اسفار موسى. من بعد كاين كتب النبيين، وكاين الكتب، وكيستشهد بالاناجيل القانونيه الاربعه وبالعهد الجديد، ولكن كيستشهد حتى بالكتب ديال الابوكريفا، لا الابوكريفا اليهوديه لا الابوكريفا المسيحيه، بمعنى كيستشهد بكتوبه اللي ماشي قانونيه عند المسيحيين وعند اليهود، دوك اللي ما اعتبروش الكنيسه تماما. مثلا كيستشهد باناجيل الطفوله، كيستشهد بانجيل فيليب، كيستشهد بزاف ديال الكتب. وبالاضافه لهذا الشيء هذا كيستشهد بنصوص غنوصيه، يعني الدين ديالو من بعد عاد غنكتشف انه راه دين غنوصي، يعني راه داك، وخصوصا ديك الغنوصيه المسيحيه اللي بدات في البدايه ديال المسيحيه، كيفاش كتشوف الرؤيه ديالها للخالق والاله، والفرق ما بين الخالق والاله. قريت شويه على ان المهم الاسلام كان خدا شويه من الغنوصيه، كانت فيه واحد ماشي خدا زعما، يعني شوف زعما مقارب زعما شوف كاينين اكاديميين اللي كيجيبوا شي تقاربات، او لا سورتو الابوكريفا. يعني مثلا كيقول لك مثلا هذيك الطائفه النسطوريه ديال المسيحيه، ولكن الغنوصيه لما كتقول الغنوصيه يعني الغنوستيسيزم،
راه الغنوصيه اللي جيت تشوف داكشي اللي زعما مبني مبازي عليها راه كفر البواح في الاسلام. هو كيعتمد على كيتقبل الافكار الغنوصيه، وعاوتاني عنده كياخذ هذيك المساله لان كيعتمد على الاحاديث ديال الشيعه، وكيعتمد حتى على صحيح البخاري بعض المرات. دونك هو بالنسبه لي حتى في الحديث كاين روايات اللي كيعتبرها صحيحه واخا عند السنه ولا واخا زعما هو محسوب على الشيعه، وكاين روايات اللي ما كيعتبرهاش مثلا عند الشيعه، وكيجيب هو اصلا كيعتمد على مثلا الروايه ديال رزيه الخميس اللي تكتبت فيها واحد الوصيه اللي بها كيقول ان فيها سميتو، هذيك راه ما كاين حتى شي واحد كيعترف بها حتى عند الشيعه ما كيعترفوش بها. دونك شوف هو جابها من واحد الكتاب غابر واعتمد عليها. هذاك الشيء اللي قال له داك الشيخ فاش اول ما بدا مع الحوار هذا قال له على هذا الحديث هذا، يعني هذه عاد شفتها دابا، عاد كنت تنضرب في الله دابا. هذه اول حاجه شوف هذه كيعتمد عليها وكتبها في المنبر ديالو، وهذه هي اللي مبازي عليها الدين ديالو. الدين ديالو مبازي على 3 الحوايج، مبازي على الحاكميه لله، وهذه هي الخطوره ديال الدعوه ديالو كامله. علاش؟ لانه بالنسبه ليه ما كاين حتى شي واحد يقدر يحكم من غير الخليفه ديال الله في الارض، وهو الخليفه ديال الله في الارض. يعني اي حكومه، اي رئيس، اي ملك، اي امير، اي حاجه في شي بلاصه، في شي نظام ديال الحكم في شي بلاصه، بالنسبه لي هادو كلهم طواغيت، والوحيد اللي خاصو يحكم الارض كامله هو عبد الله هاشم. هذه هي الفكره الاساسيه. قلت لك كاين واحد المساله اخرى عاوتاني، الكتاب ديالو الا قريتو راه واحد الوقيته غادي يهرب لك. الا كنت عارف الخلفيه ديال الغنوصيه، وفهمت مثلا هذوك الاقتباسات مع هذوك النصوص، غتقدر تقول اوكي يعني it makes sense. ولكن الا قريتو غير هكذا كات فيس فاليو بلا ما تكون عارف منين كيجيب ومنين كيقتبس، راه تقدر تقول خونا المهم كيخور. السانكريتيزم في الدين ديالو مشى طيلمون بعيد، لانه قدر يوفق ما بين، حيت سهل انك توفق ما بين الديانات الابراهيميه، ولكن خونا كيوفق ما بين الديانات الابراهيميه وما بين الهندوسيه. مثلا عنده كتب بزاف على داك الشيء ديال الهندوسيه. مثلا هو في القصه ديال ارجونا كيجبد لك الانالوجي مع كربلاء كمثال، ولا كيقول لك مثلا لا ما عندوش شي افكار في شكل. هو عاود واحد الحاجه اخرى، هو مطالع عاوتاني اختار هو مطالع يعني بان بلي عنده اطلاع واسع على هذا التخربيق هذا. وفي نفس الوقت ما عمرك ما غتشوفوا يدير لايف يسولوه الناس ديريكت، يعني دائما دوك الاسئله اللي كتجيه كيكون موجدهم من قبل. داكشي علاش خونا يقدر يجلس يبدا نقول كيعرض عليك شي نص مقدس غابر مشي دين حتى واحد ما عارفو، كيعرضوا عليك هكذا حرفيا، كيقول لك شنو قال موجد. المهم غير نرجع لديك موجد، فوالا نرجع لديك الفكره الاخرى. دونك هو وفق حتى مع الديانات الاخرى. مثلا عنده تناسخ الارواح. تناسخ الارواح عطى له مصطلح اسلامي كيسميه الرجعه. هذه الرجعه كاينه عند الشيعه مثلا. عندهم هذه القضيه ديال الرجعه، ولكن ما مره اخرى عاوتاني ديما كاينين حوايج اللي كيكون عندهم تفسيرات اخرى، وكاينين مذاهب باطنيه كيسموهم العرفانيين اللي ربما يقدروا ياخذوها ات فيس فاليو. او مثلا كيما مثلا الدروز عندهم هذه القضيه هذه ديال تناسخ الارواح. هو بالنسبه ليه الرجعه او لا ماشي حتى ريانكارنيشن، ولكن سول ترانسموتيشن يمكن نسميها، انه يقدر الروح تخرج منك وتمشي لواحد اخر وانت بالحياه. مثلا نعطيك مثال. بالنسبه ليه واش سيدنا عيسى واش صلبوه او لا ما صلبوه، واش مات واش حيا، دار له واحد التخريجه ديال كل شيء عنده الحق. بمعنى الجسد ديالو راه تصلب، ولكن الروح ديالو ما تصلباتش، مشات على ما اعتقد الجسد ديال سمعان القيرواني يمكن، والروح ديال سمعان القيرواني مشات لعنده، يعني تبادلوا الارواح. دونك هذه وحده. واش كانت القيامه؟ كانت القيامه، ولكن قيامه الجسد ماشي قيامه الروح. من بعد عاوتاني كيقول لك راه المسيح راه عاش حتى دار مع 70 ولا 90 عام، ولا يعني عاش في بلاصه اخرى في الارجنتين.
هذه كتوفق مع واحد القصه، واحد الخرافه ديال الجابون، كيقولوا انه مات في الجابون، قلب عليها من بعد. هذا رابط هو واحد اخر. انا كنت عارف ديك الارجنتين، عرفتي اللي مشى للارجنتين وعاش كمل حياته تماك. شوف كتب شوف دابا كنتمشى حدايا شي بلاصه، ولكن شوف كتب جيسوس كرايست جابان تومب ولا شي حاجه بحال هكذا، تقدر يطلع لك واحد البلان. دونك فهمت، داير واحد التوليفات في شكل. غنحرق لكم حتى الحلقه الاخيره. خلينا نيشان. بالنسبه ليه مثلا ماشي هو الله اللي خلق العالم. exactly. By the way, a mountain helmet in northern Japan claims Jesus Christ was buried here. هذا دونك القبر ديال المسيح راه كاين في الجابون. اوكي، شنو كيقول لك؟ شكون اللي خلق العالم؟ هنا كتدخل الغنوصيه وكتدخل حوايج اخرى. كيخلط ما بين العلاهيه، هذيك الطائفه اللي كتأله الامام علي، وما بين الغنوصيه. دونك واش كيقول لك بانه الله يعني خالق اعظم، ما كيخلقش ديريكت، كيخلق بديزاجون. فهمتني؟ كيخلق، يقول خلق بيده. شكون هي يده؟ بالنسبه له يده هو الامام علي. دونك ولكن سمعني مزيان. haven't said everything. بالنسبه ليه كاين جوج الحوايج، كاين العالم المادي وكاين عالم الارواح. العالم المادي هو هذا اللي عايشين فيه حنا، الارواح هما اللي جايين فيها الروح ديالنا. الشينيغامي سول سوسايتي. بالنسبه ليه الامام علي هو اللي خلق عالم الارواح، لانه هو يد الله، هو اللي زعما الله خلقه قبل كل شيء وقال له خلق عالم الارواح. وهنا كيقول بانه انت يا باك وامك ماشي بالضروره يكونوا باك وامك في عالم الارواح. مثلا بالنسبه ليه سيدنا محمد في العالم الاجساد هو الوالد ديال فاطمه الزهراء، ولكن في عالم الارواح هي الام ديالو مثلا. يعني كيقول لك انه فاطمه الزهراء والامام علي هما اللي منهم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا الانبياء الاخرين سيدنا ادم وكذا. وعنده واحد الشجره مازال ما نكملهاش، دار واحد الشجره الارواح. هذه الصدمه الاولى. نعطيك الصدمه رقم 2. الى الامام علي خلق عالم الارواح، شكون اللي خلق العالم المادي؟ شكون تقول في رايك؟ ادم ولا الشيطان؟ ولا ما عرف. لا، الشيطان هو اللي خلق العالم. ودندي الفكر ديال صعب عليا. الشيطان هو اللي خلق العالم. والله تصعب عليا في هذه اللقطه. الشيطان هو اللي خلق العالم المادي. وهذه فكره غنوصيه ديال الديمورج، ديال انه الله راه بوحدو وعنده فيوض. هذيك الامانيشنز ولا الفيض الالهي كانت حتى شي شويه عند بعض المفكرين الاسلاميين واحد الوقيته. وكيقول لك باللي من ضمن الفيوض ديالو كان الحكمه ولا الصوفيه، وهي بالغلط ولدات ولا خلقات واحد ديمورج اولا نباثق منها على حساب كل واحد كيفاش كيشوف. وداك الديمورج راه هو ماشي اله، ولكن كيسحب لراسو اله. وكاين اللي كيقول لك خلق العالم صدفه، كاين اللي كيقول لك خلقه، كاين اللي كيقول لك لا راه الله اللي خلق العالم، ولكن هو كيسحب ليه راسو انه خلق العالم. ما كاينش غير غنوصيه وحده، كاين بزاف ديال لا فيرسيون. والفكره هي انه كاينين شي مسيحيين اوائل اللي كيقول لك انه الله ديال العهد القديم ماشي هو الله ديال العهد الجديد. الله ديال العهد القديم راه هو الديمورج، والله ديال العهد الجديد هو الله الحقيقي. لانه كيعتبروا انه كيفرقوا ما بين سيدنا عيسى كيسوع الناصري الشخص وما بين ما يسمى بالايون خريستوس. يعني انه كرايست ولا المسيح راه واحد الفيض من فيوض الله، حتى هو المهم واحد التخربيق في شكال. دابا هو هذه الفكره العامه. وهذه راه خدا وقت طويل باش بدات كتدور في لاسيركل، لان نورمالمون هذه الافكار هذه كامله كاينه عند الحركات الباطنيه، ولكن ما كيقولوها لكش ديريكت. فهمت؟ كياخذوا الوقت ديالهم باش انهم يقولوها لك. يعني كاين واحد الحديث معروف عند العفانية الشيعة، تيتبعوك عاد تيوصلوك ساعه كيتبكتوك. كاين واحد الحديث معروف عند العفانية الشيعة ينسب الى ابي ذر، كيقول فيه ابو ذر لو علم سلمان ما في قلب ابي ذر لقتله، على اساس انه الامام علي
عنده واحد العلم لانه هو المعلم الكبير، وهذاك العلم ديالو عطى شي حاجه لسلمان. سلمان راه عاد كيتعلم ولكن قريب لسيدنا علي. وابو ذر عاد الله راه عاد في البدايه، يعني ابو ذر مازال عاد غير ابرونتي، عاد بادي بالاول. دونك ابو ذر لو كان يجي سلمان يقول له بالضبط داكشي اللي عنده بلا ما يتدرج، راه غادي يعتبره كافر وغادي يقتلوه. يعني هما كيعترفوا تماما، يعني كيقول لك انه راه المعرفه الباطنيه الختام ديالها راه تقدر تعتبره كمبتدئ كفر بواه. هما لان كاتب كل شيء في الكتاب ديالو، الا بديت تطالع واحد الوقيته راه غتشوف داك الشيء، ولكن ما عرفتش انا كيفاش كيدير مع الاتباع ديالو سور بلاص والناس اللي كيشوفوه في الانترنت. لان شوف عدد كبير ديال البشر غيتبع الفيديوهات ما عمره ما غيقرا الكتاب، فهمتينا. كتاب كبير فيه شي 680 صفحه ولا. عطيتو لشات جي بي تي دابا خرج لي منه المسائل ومقناط يقنطك الكتاب، يقنطك زعما سيرتو الترجمه ديالو بالعربيه. ما كانش في اخبار يسحب لي بالعربيه، ما بالترجمه كيبان ركيك شويه. بالعربيه ركيك، ولكن بالونجلي مريقل. بالونجلي كتحس به انه هو خونا اونغلوفون، يعني فاش كتبوا بالونجلي كتبوا مزيان. ولكن الترجمه كانت نرجعوا للاصل ديال هذا الساط هذا. قريتكم ميريكانيا وبا مصري. كيفاش البلان ديالو باش بدا هو؟ وقريت كان بدا مع الرايليزم ولا شي حاجه بحال هكا. المهم غيهرب لك كثر. دابا هو المهم هو باه مصري وامو ميريكانيا. سبرايز مع احترامنا للامريكان والمصريين، لان امريكا معروفه بهذه الديانات الجديده وبهذا الشيء هذا كيخرج منها كل مره. وعاود مصر معروفه بهذه المسائل ديال الادعاء المهدويه. المهم هذا الشيء ديال كيتنفذوا البق، احتراماتنا لهم بجوج. المهم باللي فات كانه باه مصري راه من ضمن الالقاب اللي عنده هو صاحب مصر، راه واحد من الالقاب ديالو راه سميتو عبد الله هاشم، هذا سميتو الحقيقيه. كيعيطوا له ابو الصادق، هذه الكنيه ديالو. وقائمه المحمد هذا هو ذاك لو تيتر اللي ادعاه انه يعني ما كانش كيقول انا المهدي ولا كيقول انا القائد. هذا قال لهم انا البابا ياك. من بعد غنرجعوا لها، لان في الحقيقه راه كثار من هذا الشيء كامل. الا جيت تشوف شنو هو كيقول وشنو كيامنوا به من بعد غنجيو لها، خليها حتى الاخر. وسميتو كيقول انه صاحب مصر، عنده واحد الباب سميتو على صاحب مصر، كاين في ذاك الكتاب هذاك. شفتو على مصر. المهم تماما خونا شوف كميلونجي حتى الديانات المصريه القديمه كامل. شوف عنده كيقول لك بما انه كاين حديث نبوي كيقول بان كاين شي 124,000 نبي وشي 314 رسول ربما. كيقول لك اغلبيه هاد الانبياء انتم ما عارفينهمش، فهمت؟ ولكن هو عارفهم. هاد الانبياء اللي حنا ما عارفينهمش منهم مثلا ارسطو، طاليس، افلاطون. بالنسبه للانبياء هذا وراه عنده حديث اصاحبي كيعتمد عليه. فرامو كاين شي حديث غابر في شي بلاصه كيقول انه شي قوم جاوا من الاسكندريه عند الرسول وقالوا لقد وجدنا قوما يتطلسون، زعما كيصنطوا طاليس ارسطوطاليس ولعنه الله عليه. وقال لك ما بقاش عاقل الحديث زعما فيما معناه انه قال لهم الرسول ما تلعنوهش فانه قد كان نبيا جهله قومه. وهو كيقول لك هادو كاملين انبياء. بالنسبه ليه بوذا نبي. هذه القضيه ديال بوذا نبي راه حتى المسلمين ديال شرق اسيا عندهم فيها شي مباحث. كيستدلوا يعني علاش بوذا كان بامكانه يكون نبي ولكن الرساله ديالو تحرفت. وكيقول لك حتى كونفوشيوس، حتى لاو تسو، حتى كاع الفلاسفه ديال الشرق والغرب وعدد كبير من مؤسسي الديانات من غير البهائيه كيكفرهم. كيقول لك غير كذاب هذاك بهاء الله. هذا ما كيحملش بهائيه. هو ضد البهائيه. ضد البهائيه وضد الماسونيه. المهم عنده هاد الجوج، هادو الاعداء الكبار. اوكي. المهم كيقول عاود حاجه اخرى. كيقول فين كنا؟ مصر. مو قلنا على مو با. المهم هو شوفوا كابر في سميتو في فيرجينيا، مولود في ميريكان، كابر في ميريكان. واحد الوقيته كان كيقرا الميديا، كيقرا باش يولي دوكيومنتري ميكر. كان دار شي حاجه على الرايليزم، شي فيلم. تماما. كان عنده واحد صاحبه سميتو ستيف ماكغوين. ستيف ماكغوين
دابا راه هو البيشوب ديال نورث امريكا، عنده في الدين ديالو، حيت عنده البيشوبس. دونك البيشوب ديال امريكا الشماليه هو هاد صاحبو ستيف ماكغوان، كيعرفوا مده 25 عام. واحد الحاجه بعدا اللي لاحظتها الصاد قبل ما نكملوا، لاحظت عنده التيتيزا صاحبي، ما فهمتش. وي عنده بزاف البنات، عنده بزاف البنات. ما يديرناش بيشوب د الرشيديه ولا شي لعيبه. كيتبعوه البنات بزاف. في الاول شوف بدا كيدير، شوف هو على حساب هو اش كيقول لك قريت الميديا وواحد الوقيته قرا مقارنه الاديان. هذا الشيء اللي اكدته هذيك السيده اللي جات عندهم مؤخرا. واحد الوقيته كانوا الناس كيقولوا لا راه ما قراش، ولكن بعد اكدات هذيك بانه كان عندها في الجامعه، واش كان طالب ديالها ولا عند شي واحد اخر ما عرفش. مي القضيه اكدتها. واحد الوقيته هو وستيف شنو داروا واحد البلان، قالوا حنا غنديروا واحد، كان عنده واحد الويب سايت وشي برودكشن كومباني سميتها الا ما خدنيش الذاكره اكسبوزين فيك بروفيت. يعني الفكره ديالهم شنو هي انه كانوا كانفلتريو هاد لي كولت، هاد الحركات الدينيه، كانفلتريوهم، كيدعيو انهم دخلوا معاهم وهذا، وكانفلتريوهم علاش؟ لغرض فضحهم. الفكره انهم كانوا كيدخلوا لهاد الناس باش يفضحوهم، لانهم هاد الناس كذابين كيستغلوا. بحال الا داك كوفي زيلا دار شي كريبتو سكام. عرفتي كوفي زيلا اللي كيدير فيديوهات باش يفضح الكريبتو؟ لا ما عنديش مع الكريبتو. ما عنديش مع الكريبتو. هذا الدراري يعرفوه. دونك هو من دوك اللي كانوا تيفضحوا هاد الديانات هادو. وضرب وفي الاخر رجع ودار الدي ان ديالو. ذيس از فاكين ويرد. ماشي غير كيفضح، هو بالنسبه ليه عندهم اون ميسيون ديال اننا غنخترقوا هاد لي كولت ولا هاد لي موفمون ريليجيو ولا هاد الطوائف، حيت هي طائفه يعني غنخترقوهم وغادي نفضحوهم، نبينوا كيفاش كيستغلوا الاعضاء ديالهم، كيفاش كياخذوا لهم رزقهم، كيفاش كيضيعوا لهم حياتهم. وبحال الا مشاو من جوج الناس اللي المهمه ديالهم هي فضح الطوائف الدينيه الى جوج الناس اللي تعلموا بزاف من هذه الخبره هذه واسسوا اخطر طائفه دينيه. ما يكونش I have this question أصاد. ما يقدرش يكون ولا ما كاينش احتمال ان all of this is an experiment؟ اسمح لي كاين شويه ديال الطاج داكشي. اسمح لي راه عندي انا كنتمشى برا قلت لك ما يكونش احتمال ان هادشي كامل اكسبيرمنت باش يجمعوا العشرات ولا المئات الالاف ديال الاتباع، وفي الاخر يقول لك this is just لا اكثر من اكسبيرمنت، لان انت فكرت فيها من قبل. ولكن خونا راه بدا في 2000 وقبل 2015، بدا في ديك 2011. المهم بدا في 2008 حاجه اخرى عاوتاني زيدو كمان الشعري بايته. الا كتعقلوا على دوك سلسله القديمون الرايفلز اللي كاينه في اليوتيوب، هي اللي بدات الكونسبيرسي ثيوريز ديال هذا الجيل هذا. هذا الشيء كامل. غنزيد كامل. تقول لي هو اللي دارها؟ هو وان اوف ذا بروديوسرز، يعني هو البروديوسر الوحيد اللي سميتو مكتوبه سميتو الحقيقيه مكتوبه، الاخرين كاع كاتبين غير نيك نيمز. غتلقى عبد الله هاشم. تمام صاد. هذيك هي اللي بدات هاد الكونسبيرسي ثيوري موجه داك العهد ديالي وانا تنكبر. داوز القادمون هي اللي كانت. هذا هو اللي دار القادمون. ومن بعد صدق واحد من القادمون، حيت هو القادمون كيهضر على المهدي واليسوع والمسيح الدجال. هادو هما القادمون. صدق البروديوسر هو اللي ولا المسيح ديال يعني وجد جيل كامل. جيل كامل باش يتبعوا. فاكين شيت دود. ذيس از مايند بلوين اصاحبي. انا شوف راه قلت لك الرابيت هول از سو ديب. انا غنختصروا عليك هذه العشيه هذه. لا هادشي نعيا ما نقلب بشات جي بي تي، ما غاديش نجمع هاد لا ما غيعطيك والو تشات جي بي تي، ما غيعطيك والو. داير شوف داير راه كاتبها في الكتاب ديالو. راه في الكتاب ديالو كيعترف انه كان وان اوف ذا بروديوسرز. ومين كتدخل مين كتمشي تشوف الحلقه الاولى غتلقى سميتو مكتوبه بالاصفر، غتلقى عبد الله هاشم مكتوبه بالعربيه، والاخرين كاملين مكتوبين بالحروف اللاتينيه اكينار وما عرفتش سميتو الاخر. كانوا غير نيك نيمز، ولكن هو كان عنده سميتو الحقيقيه حطها تما. من بعد 2008 من بعد نرجع لك للسؤال ديالك. من بعد 2008 مشى لمصر في 2011 فاش طاح النظام.
ودار واحد الطائفه تما كان تبع الدعوه ديال واحد سميتو احمد الحسن اليماني، او لا احمد الحسن، كان موجود في العراق، كان بان في النهايه ديال التسعينات، وقال انه هو اليماني الموعود الممهد لقدوم المهدي. كان عنده واحد اللعيبه سميتها الرايات البيض، هو من بعد دار الرايات السود ديالو، اسس واحد الطائفه صغيره كانوا واحد بايعوا السؤال. المهدي. دخلت انا ضربت غير الله دابا على الكتاب ديالو، وشفتو كيهضر مع بحال شي شيخ ديالو، بحال هو كيهضر مع الشيخ. هو هذاك احمد، هذا كيهضر. اوكي يا شوف، حيت مين كيقول العهد السابع، هو ما كيقولكش انا العهد السابع ديالي، انا كيقولك العهد السابع ديال احمد الحسن اليماني. داكشي علاش مسمي الدين ديالو مسميه اروبل هي الاحمدي ريليجن اوف لايت اند بيس، الدين الاحمدي للنور والسلام. وبالنسبه ليه العهد السابع بدا مع احمد الحسن اليماني، وهذا احمد الحسن اليماني هو المهدي الاول بالنسبه ليه، وهو عبد الله هاشم هو المهدي الثاني قائم آل محمد. وفوقاش عرف راسو انه المهدي الثاني في 2015. من 2015 لدابا راه 10 سنين، داكشي علاش ما يمكنش تكون تجربه ولا شي حاجه. دونك داز من واحد كيقلب على المهدي والمسيح وهذا وكيدير ديك القديمون، الواحد انضم لواحد الطائفه ديال احمد الحسن. من بعد احمد الحسن غيختفي كاريمون. كاين اللي كيقول لك قتلوه، كاين اللي كيقول لك هرب، كاين شي وحدين كيقول لك دخل في الغيبه الكبرى بحال محمد بن الحسن العسكري، بحال المهدي الامام الثاني عشر، ولا بحال داك ديال مصر شنو سميتو الحاكم بامر الله، حتى هو اللي اختفى من مورا. تماما هذيك الغيبه الكبرى كاينه عند الشيعة. دخل السرداب ولا شي حاجه. ومن بعد غادي غيقول انه راه احمد الحسن نصبني الامام المهدي الثاني وقائم آل محمد، والاتباع الاصليين اللي هما الرايات البيض داروا بلاغ بسميه احمد الحسن، قالوا فيه انه ما كاين والو من هذا الشيء، هذا راه غير كيكذب، فهمت؟ دونك القضيه مخلطه. من بعد غادي يكتب الكتاب ديالو، هذه واحد 3 سنين ولا يمكن فاش كتب الكتاب ديالو، وخرج من مصر مشى لالمان، من بعد الالمان مشى للسويد عاود قصه طويله خرجوهم، من بعد مشى لانجلترا ودابا مستقر في لانجلترا. نرجع لي زوروبيان ديالك. دونك جراو عليهم في شوف، السويديين تحرشوا بهم حتى جراو عليهم، هذه معروفه. دونك تحرشوا بهم حتى خرجوهم بالزز، ولقاو لهم مشاكل، لقاو لهم دي فرود ديال الهجره، على اساس انهم اسسوا واحد 3 ديال الشركات وهميه باش يجيبوا شي ناس يسكنوهم تما، وكانوا ديما كيوقفوا لهم البوليس حدا الكومباوند، كيقلبوا لهم واش عندهم لا دروغ ولا هذه. ما عمر ما شدوا عليهم شي مخدرات ولا، ولكن تشدوا بديك القضيه هذيك. هو واحد المره تلقاهم كانوا خايفين لا يمشيو يقتلوا راسهم ولا شي تماك تصدق. شوف، غالبا لانهم بريفونتيف، السويديين بريفونتيف في الاخر ديالهم. غيقول لك شوف دابا غنعطيهم الحريه وهذه، من بعد غيتكبر هذه الطائفه واللي فيها شي 5000 واحد، ينوضوا يديروا لنا شي فضيحه وغنحصلوا فيهم حنا، اللهم نخرجوهم ما حدهم باقيين جداد. دونك خرجوهم غير بالفن، يعني داروا لهم ديك القضيه ديال الهجره وديال الفرود ديال الطاكس. هو واحد المره كان دار واحد الفيديو، قال لك انا راه ما عندي حتى شي قضيه في السويد، ودخل للسيت ديال اداره الهجره ولوغا بواحد لابليكاسيون ديال البنك ايدي، وقال لك شوف واش انا مطلوب عندي البنك ايدي، هذا تدليس، حيت تقدر تكون مطلوب عندك البنك ايدي حيت كتعطيها لك البنك، ما كتعطيها لكش الدوله، وتقدر تكون مطلوب وباقي عندك لاكسي الموقع ديال الهجره، وتقدر تكون مطلوب وتدخل وتلقى بانه باقي عندك الاقامه الدائمه. دونك ما الا بغيت تورينا واش مطلوب ولا لا، خاصك تدخل للموقع ديال وزاره العدل ولا المحكمه ولا شوف فين غيحطوهم هذاك الشيء. دونك يعني فيهم هذه القضيه هذه ديال التدليس، ديال كيبين لك شي حاجه انه شوف انا ما عنديش مناش نخاف، ولكن الا جيت تقلب شويه تلقى باللي كاين الضغول، فهمت؟ داك الشيء فيه الضغول. المهم الاشكال الاخر اللي قلت لك عليه فين كنا. دونك كان في امريكان، بدا هو ستيف ماكغوان يديروا داك الشيء. البريك ثرو ديالهم كان هو دخلوا عند الرائليين. وي مين كنقول لك دخلوا عند الرائليين؟ ماشي دخلوا عند الرائليين شي برونش ديال امريكان ديال فيرجينيا ولا، ترى خونا مصور مع رائل شخصيا، مع كلود فوغيون نبيل الرائليين، ومع هذيك صاحبته اللي كانت دارت ديك الشركه ديال كلونيد
اللي تدعوا انهم نسخوا واحد البنت. هذا الشيء كنهضروا في 2003، كان داك الشيء باقي جديد. هاد ختنا، هاد بغيجيت يمكن سميتها، هاد ختنا كانت ديك الوقيته اشهر من مايكل جاكسون، يعني باش انك تدخل وتهضر معاها شخصيا. وهما كانوا ادعوا بانهم باغيين راهم انتريسي وغيديروا شي حاجه للجامعه. من بعد فاش الرائلين عرفوهم باللي خدموا عليهم ان دوكيومونتير، رفعوا لهم دعوه باش ما ينشروش الفيلم، وغالبا غلبوا وربحوهم في الدعوه. ومع الفيلم ما قلبت عليه ما لقيتوش، ولكن كتلقى هذيك الدعوه وهو كيقول انه، او الاعداء ديالو كيقول انه خرج من الميريكان هارب من ديك الدعوه هذيك. ما هو كيقول لك لا انا ما هاربش. كلها وكيفاش كيقول. ولكن دخلوا عند الرائليين دونك هاد الصوت هذا انا من هادشي اللي بان ليا فريمون عنده ليكسبيرتيز ديال بصح في هادشي ديال، يعني بحال قلتي صافي دار الماب، عرف كيفاش انه يقدر يدير دين جديد وانه يقدر يجيب الاتباع ويبروفيه مزيان من هادشي، من هاد ليكسبيريونس خبير في الديانات وفي الطوائف وفي هادشي هذا، خبير كبير. وعاوتاني بما انه قرا دين المقارن وعنده اطلاع على هذا الشيء ديال الروحانيات وكذا، غالبا عاوتاني عرف كيفاش يخلق واحد الديانه اللي هي سانكريتيك، اللي هي ميلونج، خليط ما بين مجموعه ديال الديانات. مدخل، شوف الكتاب ديالو راه فيه مدخل حتى الاليانز ومدخل ويلي لا غادي نجلس غنقرا الصاط، غادي 600 باج والله. المهم شوف الكتاب غنقول واحد القضيه. الكتاب شنو هو؟ الكتاب غالبا يا اما غادي يقتبس من النصوص السماويه، توراة، انجيل، عهد قديم جديد، قران، نصوص غنوصيه، نصوص ابوكريفيه، يو نيم ات، صحيح البخاري، كتاب الكافي، مع هذه النصوص كامله. يا اما غيكونوا اقتباسات ديريكت وغيكون فيهم شرح، او لا كيقول لك كنت كنهضر مع احمد الحسن ابي، كيقول هو ابي حيت هو باه في عالم الارواح، كيقول لك انا باه في عالم الارواح هو احمد الحسن. وكيكون هذاك سؤال جواب، والاغلبيه كيقول لك بانه ما عمره ما هضر معاه اصلا ولا تلاقاه ولا دار مع هذا الحوار. واش كان حوار باطني في الاعماق، واش كان بالتليفون، واش كان بالانترنت، غتلقى الكتاب كله بحال هكذا. دونك هو كريا باك ستوري ديالو مع داك الشيخ، دونك هو باش يعطي شويه المصداقيه. هذاك الامام ولا سميه كما بغيت، المعلم، ولا شوف هو كيفاش كيسميه، احمد بن الحسن ولا احمد الحسن اليماني اصلا لقب، لان اليماني عند بعض الطوائف الشيعه كيقول لك كان واحد من المبشرين بقدوم المهدي اللي سميتو اليماني. ومن بعد كيقول لك شوف راه كاين الائمه 12 وكاين من موراهم 12 المهدي. هو المهدي رقم 12، لان كاين المهدي الاول وكاين المهدي رقم 12. حاليا في الحياه ديالو نصب واحد من دوك البيشوبس ديالو كانه المهدي رقم 8، فهمت؟ هو المهدي رقم 8 سميتو علي رضا شي حاجه. وهذا في نفس الوقت قال له انت هو المهدي رقم 8، وانت هو لا غي انكارناسيون ديال شكون؟ ديال سيدنا نوح. فهمت؟ في وسط من ديك شراو واحد الكومباوند، شراوه بشي 2 مليون ديال الباوند. ستيل ديال وايلد كانتري عاوتاني. اكزاكتلي شو عاوتاني. شوف راه كيقول لهم هذه، كيقولها بفمه وكاينه في الكتاب. اللي بغى يبايعني، اللي بغاني يبيع رزقه كامل ويجي عندي ويجي يلتحق بيا، يعطيني الفلوس ويلتحق بيا. في نفس الوقت كيقول لك اودي معاهم ناس فقراء ما عطاو والو، ولكن كاينين ناس اللي لاباس عليهم، اللي عطاو كل شيء ودخلوا خدامين عنده، يعني عطاو رزقهم كامل. باش انك غتجي شوف شرا، راه البلاصه اللي شراها كاينه في واحد المنطقه سميتها كرو في الانجليز، راه شرا واحد الاورفنج. وهذا الاورفنج هذه مبنى اثري، هو يمكن في الانجليز كيسموه كلاس 2 ولا يعني واحد داك المبنى الاثري اللي ما عندكش الحق تموديفي فيه شي حاجه ولا الا بغيت تقلب عليها سميتها ويب اورفنج كرو. دونك شرا داك الملجا ديال الايتام القديم ودار فيه داك الدار. غتلقاه الا بالجوجل ايرث غيبان لك ستاتيو ديال احمد الحسن على برا، والداخل عنده واحد القاعه كبيره اسمها ذا بازيليكا اوف ذا مهدي، بحال البازيليكا بحال الكاتدرائيه. في وسط منها داير تصاور بحال لي زيكون ديال لي زورتودوكس لصقهم في الحيوط. هاد التصاور شكون هما؟ التصاور هما
الصحابه ديالو ها هما لابسين الكسوه. هما هادو اللي كيبانوا لي. انا ما كنشوفش دابا، المهم هما هادو الصحابه ديالو هذه غتلقاو. ولكن شوف راه كل واحد فيهم لابس الكسوه ديال الريانكارناسيون ديالو. غتلقى واحد لابس الكسوه سيدنا نوح وموراه مثلا شي سفينه، غتلقى واحد لابس مثلا الكسوه ديال شي فرعون. دونك بالنسبه لي هما هادو كاملين كانوا عندهم ديال ريانكارناسيون ديال شي انبياء. وفي ديك البازيليكا غنزيدك من الشعر ديك البازيليكا في الوسط داير واحد الريبليكا ديال تابوت العهد، ديال واحد الريبليكا ديال ذا ارك اوف ذا كوفننت اللي هو تابوت العهد اللي كان في خيمه الاجتماع وفي الهيكل، اللي كان فيه العصا ديال سيدنا موسى وكان فيه المن والسلوى وكان فيه شي حوايج اللي كانوا اليهود كيديو معاهم المعارك وكان يبث الرعب في الاعداء. وهذه هو داير واحد الريبليكا ديالو، وهذا دابا غير ادعاء ما عندناش عليه دليل. كيقول لك بانه في وسط من هذاك تابوت العهد حط واحد الجره فيها الدم ديال الاتباع ديالو. يعني قال لك ملي كيجي شي واحد يدخل كيحط الدم ديالو تما وكيتخلط في هذيك الجره هذيك باش كتعطي له العهد ديال الدم. المهم هذه كيقولوا هذه ما عندناش عليها دليل اللي كتقال هذه القضيه، ولكن تابوت العهد كاين، عنده تابوت العهد. هادشي غريب الصاط، هادشي بشكل لا غريب. لا والله لا عطيتينا اللاصقه الصاد ديال هادشي. شوف نمشي معاه كاع بعيد، راه شي تفاصيل كيديرهم خاص فريمون تكون مطالع مزيان باش تفهم. انا بعض المرات كنظن حتى الاتباع ديالو يمكن كاين شي تفاصيل ما كيعرفوهمش، بحال مثلا تابوت العهد. انت راك فايد دابا الاتباع ديالو في هادشي اللي عارف عليه. ايوا صافي دور معاه ندير لك في درس. شوف ندير عليه دوكيومونتير، هذا خاص دوكيومونتير ومن مورا 10 سنين نديروا الدين ديالنا حتى هي غاده. عاد شوف غدير عليه دوكيومونتير غتصدق جايب لراسك الصداع ولا اللهم يبعدونا. المهم ما تحطش حتى سميتي ولا تصوير تا اخويا، نخاف على راسك. قلت لك هذاك تابوت العهد مثلا الوصف ديالو كاين في التوراة. الوصف ديال تابوت العهد انه ها قداش داير دونالد ترامب راه عنده واحد الريبليكا. الا كتبت ارك اوف ذا كوفننت ترامب غيبان لك الريبليكا ديال دونالد ترامب. كيكون فوق منه واحد جوج ديال الملائكه كيتسموا تشيروبيم، واحد على اليمين واحد على اليسار وفاردين الجناح ديالهم مطلقين في الفوق. هو تابوت العهد ديالو الملائكه جناحينهم ما مفرودينش، يعني جناحينهم راجعين للور. وانا كنقول زعما واش هذا زعما غلط داروا ولا فاش مشى للسويقه يشري تماثيل الملائكه هذاك ما لقى. ولكن من بعد هو كيشرحها كيقول لك حنا تابوت العهد ديالنا الملائكه ما فاردينش جناحهم حيت في وقت سيدنا موسى كان الله كيهضر كان بينه وبين البشر حجاب. كيقول لك في العهد ديالي داك الحجاب ما بقاش. فهمت انا وهنا غنجيك لداك الشيء اللي قبيله قلت غنخلي لك حتى الاخر. هو فاش كيسولوه واش انت نبي كيقول لهم لا انا ماشي نبي. علاش؟ لان سيدنا محمد هو خاتم الانبياء. واش انت المهدي؟ انا المهدي. واش انت رسول؟ كيقول لهم رسول زعما راه فهمتني معناها انه عنده رساله ولا. ولكن كيقول لهم انا في الروح القدس كاع ماشي مؤيد بالروح. انا كنقول انا في الروح القدس. داكشي علاش كنقول لهم انا هو البابا، لانه بالنسبه ليه كان المسيح والروح القدس من بعد مشات كيهضر بزاف هو على سايمون بيتر. كيهضر بزاف على سمعان بطرس او لا هو سانت بيتر يعني اب الكنيسه. كيقول لهم بانه الروح القدس مشات ليه، ومن بعد فاش جا بولس فاش جا بول حرف الكنيسه وهذيك الروح مشات كتمشي من عند انسان لانسان حتى مشات لعند سيدنا محمد ومن بعد عند الائمه ومن بعد جات عنده هو. هذه الاولى. الثانيه لان ملي كتهضر عن الروح القدس وهو عنده واحد المأخذ في الوهيه المسيح راه تقريبا كيتفق عليها بواحد الطريقه معينه كيلقى لها تخريجها. وكيقول لك الامام اللي هو عبد الله هاشم he is God in creation، هو الله في الخلق. هذه هي الحلقه الاخيره. دونك هو خاتم الانبياء ولكن هو الله. هو الله في الارض. هنايا هو قال انا خليفه الله في الارض. ماشي خليفه
هو قالها شوف God in creation. شوف إلا قلبتي مزيان غتلقى God in creation، يعني الله في الخلق بحال هكا. يعني الله في العالم الفوقاني راه الله، ولكن في هذا العالم ديالنا ديال الخلق، هذا العالم المادي، راه الله فيه هو اللي كتكون فيه الروح القدس. في هذه الحاله هذه هو عبد الله هاشم. هذه الحلقه الاخيره. هو كيبقى ما غاديش يجيك من الاخر، ما تيجيش من الاول. هو الله صافي ما كيجيش من الاول، تيجيك بديك اللعيبه لا كذا رحنا بحال الاسلام، رحنا هذا حتى الاخر حاجه تعترف به هو الله. دونك ماشي هذا هو البلان. شوف هذا كتبقى غادي شويه بشويه. شوف حاجه اخرى، هو عنده واحد الباب كيهضر فيه على الشرائع ديال العهد السابع ديالو، ومن ضمن الشرائع راه ما كاينش الحجاب. حيد الحجاب اسهل حاجه، هذاك حيد الصلاه مثلا، حيد الصلاه الحركيه، كيسبورت ال جي بي تي، كيقبلهم كيتقبل ال جي بي تي. حيد الصيام ديال رمضان عنده في شهر 12، ورمضان تقدر تشرب فيه الماء، كدير الصيام المتقطع ديال الواتر فاستين، داكشي كول. عنده مثلا الشراب ماشي حرام، غير ما خصكش تكثر بزاف. الحشيش ماشي حرام، غير ما خصكش تكثر بزاف. داكشي علاش كانوا مثلا السويديين كيقلبوهم على لا دروغ، لان كانوا عارفين انهم ما عندهمش مشكل مع لا دروغ، ولكن مساخات ما تشدت عليهم حتى شي حاجه، يعني ما كانوش كيستعملوا، ولا المهم كانوا حاضرين راسهم. بالنسبه لهم استهلاك المخدرات ولا المسكرات ماشي مشكل، مادام انك ما تكثرش فيها بزاف. هذا العالم المادي كله كما قلت لك من صناعه الشيطان. بالنسبه له الشيطان كان سميتو عزازيل، وكان كبير الملائكه، ومن بعد وكذا. يعني الاستوار ديال الاستوار تقريبا يعني الروايه اليهوديه المسيحيه تقريبا، ولكن كاين فرق ما بين شي وجه. لا هادشي خاصه. ولكن شوف اجي قريت انا قبيلات انا ندوز كمل بعدا. شوف هادشي كامل غتخربق. انا فوقاش فريمون اهتميت به ولا تعقل هضرت معاك وقلت لك هذا خونا هذا خاص الواحد يراقبه، لان خطير، لان هادشي كامل يقدر يكون ما كضر ما كينفع، ولكن هو هذا الانسان الكل ديالو خطر متنوع، خطر على الامن ديال الدول، خطر على بزاف د الحوايج، حيت كيدعي انه الله الخالق. غير هذا الشيء كيدعي انه هو الوحيد الجدير بالحكم، وانه ما كاين حتى شي نظام اللي هو خاصك تتبعه، وكل شيء عنده طواغيت باغي يدير دوله العدل الالهي. دولة العدل الالهي هذا الا تزاد عنده السلطه راه الارهاب غادي يولي بسميتو، ولا شي حاجه تلقى راه بنادم يقتل راسو ايزي بالنسبه. شوف حاليا كيقول لك حنا مضطهدين، ما كيدعوش زعما ما كيدعيش العنف، ولكن عاود الى قريت الكتابات ديالو وشي حوايج كيقولهم هو راه كيقول بانه القائم ولا يعني المهدي راه خاصو يمشي ما عرفتش للبصره ولا الكوفه ويسيل الدم ويموتوا الناس. يعني كاين شي حوايج ما هما كياخذوهم شويه العنف بواحد الطريقه باطنيه، فهمت؟ كياخذوهم انهم داك الشيء غير مزيان ماشي حقيقي وماشي بصح وماشي كذا. ما واش عنده العنف؟ عنده العنف. في الناحيه الجنسيه شنو الموقف ديالهم زعما؟ ما واش مصغيرين بحال المسيحيه ولا مطلوقين زعما عندهم مطلوقين نوعا ما، ولا بحال الرايليزم؟ داك الرايليزم الا كان داك الرايليزم لا الرايليزم عندهم مشاعيه، هذيك كتسمى المشاعيه، فهمت؟ الرايليزم كل شيء مطلوق، كل شيء حلال، كل شيء. هادو لا هادو ما بين وبين، ولكن كاين شي هضره كتقال يا شي اكس ممبرز سورتو في ذاك المقال ديال واحد اختنا سميتها بيشي لعيبه، كانت قالت بانه كاين شي اتهامات بالتعدي، يعني شي اتهامات بالاعتداءات الجنسيه ولا هذه، ما كاين زعما هذه باقي اليجيشنز. كاين عاوتاني مثلا اتهامات بالارينج ماريجز، يعني انهم كيجبروا. لا هو يقدر يجي يشوف، راه ماشي غير الا قال شي وحده تزوجي فلان راه غتزوج فلان، ماشي غير حيت تزوج فلان. راه الا قال لك انت خوك هو فلان في عالم الارواح صافي كيولي خوك وغيورثك، فهمت؟ ماشي في الزواج، يعني كيبدل دوك لي كونستيلاسيون فاميليال كما كيديروا كاع لي كولت كاملين، يعني كيحيد لك، كيبدل لك، يحيد لك خوتك يعطيك خوت جداد،
يعطيك راجل اللي هو قال لك خصك كايزوليك كايزوليك. ولكن القضيه ديال الجنسوف ما عنديش عليها اطلاع كبير، والاغلبيه داكشي اللي بان لي ادعاءات ما زعما خاصها تثبت، فهمت؟ هادشي اللي مثلا كنقولوا لك متيقن منه هو الحوايج اللي كاتبهم بخط يدو او لا قايلهم بفمو. ما الا سمعنا شي حاجه اللي هي اليجيشن وادعاء نقول لك راه ادعاء، فهمت؟ لحقاش كينكروهم هادشي هذا. كنت شفت انهم في المغرب 70 واحد اللي داخلين معاه، غيكونوا اكثر من هادشي. بانوا لي في المهم معاه عنده واحد 3 غالبا غيوصلها هذا الستريم وغتهضر عليه. عنده واحد 3 حنا مسالمين ديالو. حنا غير بغينا نقلبوا، ما تعرفوا شكون نتوما هما الدين الحق، حنا ما تعدوش علينا وديروا لنا داك الحق لا باش يبعدوا علينا. خلينا كاين هاد 3 هادو لا غتبان غدوز عندهم هادي كونك على يا اخي. كاين عندهم واحد 3 جوج بنات ولا 2 عيالات معاهم شي مغاربه. هادو مغاربه 3 مغاربه معاه كيدير واحد البرنامج سميتو فينكم المغاربه ولا شي حاجه هكذا، ولا فينا المغاربه وات ذا فاك. وهذيك وحده منهم خوها كان تشد، كان مع دوك اللي تشدوا. المهم وهي بلاصه ما تكالم شويه بقات كتزيد تغرق له خوها الشقف. هذيك واحد اختنا فيهم شويه هارب لها، يعني بحال هذيك اللعبه صافي قطعات، ولات كتضرب في النظام، ولات كتضرب في الثوابت. ناري هاهما 5 days ago فينا المغاربه. المغرب والمهدي المنتظر. مشاهدينا الكرام، وهذه المشكله هاد 3 اللي عنده ديال المغرب حتى النيفو ديالهم طايح شويه. عنده شي وحدين مثلا ديال العراق وكذا خطر، كيعرفوا يحاجوا كيعرفوا يهضروا، هادو باينين مساكن على قد الحال. هذاك اللي جاب باش يناقش داك الشيخ ديال الحياه المصري، كان جو بونس مصري هو صافي عليه مديباني، عارف شنو. لا عنده شي وحدين مديبانيين، دوك اللي كانوا معاه قدام يديرونه دين الاسلام. وعاوتاني كاين شي وحدين اللي كتحس بهم انهم ناس قاريين عندهم اطلاع. هذوك المغاربه زعما غير يسمحوا لنا بالزربه، باينين باللي ما مسكولينش مساكن، فهمتنا يعني. لا لغه مقاده، لا ارغيومونتير مقاد، لا والو. كيبان لك مثلا سورتو ديك وحده فيهم كتعصب بزاف، دغيا كتعصب وكتبغي تشعل، وهذه اللي يعني مختلف على الاخرين كتلقاهم كالم وكيحاولوا يقراو الحجه بالحجه وهذا. دونك المغاربه ديالنا حتى في هذا التخربيق هذا ما صالحينش. المهم بعجاله هادشي اللي كاين. والله لا بزاف، ولكن لا راه عطيتينا اللاصق صاحبي. خويت داكشي اللي كان خاصنا. والله لا عطيتينا اللاصق. ناري ها هي لاباج فينا المغاربه. باش نشوف المغاربه هادو 3 مغاربه. حبيبه ماريا هاشم المهدي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واحد الدري ناري، واحد المراه كبيره شويه، واحد البنت صغار منها شويه. واحد الدري حتى هو لابس الطريبيشه. كيلبس الطربوش حتى هذاك. اخويا هادشي بشكل هادشي ماشي غير كيخلع، مي من حقهم يديروا اللي بغاو. هادشي انا كيبان ليا النهايه ديالو تتكون بحال داكشي ديال الجابون اللي مشاو داروا شي قوه في دارك، عارف بحالهم بحال جيم جونز، بحال لو طومبل دو سوليي اللي كان في فرنسا. حيت ما يمكنش تحط واحد في السونتر ديال لونيفير وتحطوا هذا. ليغو كيخليه يدير شي حوايج اللي غادي في الاخر غادي ما يكونوش مزيانين، من غير الا كان طلقها ديك الساعه ميبي اتس فور فان. ولكن 11 انا اللي خلعني فيهم كثار وكيبان لي بحال مثلا كوريش ولا سيرتو قلب من بعد. دابا شوف طومبل دو سوليي كانوا بداو في ما بين فرنسا وبلجيكا، وكانوا وصلوا حتى لكندا. عنده واحد الحاجه عند هاد الناس هادو، شنو هي ديك النبوءه. هادوك الناس اللي انتحروا كاملين كان عندهم واحد النبوءه ديال انه غتوقع شي حاجه في الحياه ديال المؤسس ديالهم، يعني في الحياه ديالنا غيجيو الالينز، ولا غادي نمشيو ما عرف شنو لشي كوكب، ولا غادي يرجع المسيح الرجعه الثانيه. هو كيقول بانه دوله العدل الالهي، the divine justice، غادي يتم تاسيسها بحياته. يعني هو راه في عمره دابا
41 عام. شحال غايب، شحال باقي له كاع 40 عام اخرى. كيقول لك انه في هذه المده هذه غتاسس دوله العدل الالهي. هاد الناس اللي معها الاغلبيه مآمنين انه غتاسس هذه الدوله هذه، كما كانوا دوك الناس ديال لو طومب دو سولاي مآمنين انهم غادي يجيو الالهه يديوهم النجم الشعره ولا داك سيريوس. في الكتاب باي ذا واي، في الكتاب انا على حسب قريت غير واحد البارتيه، واحد البارتيه قريت كو غادي توقع هذا البلان هذا غادي يوقع في اوروبا، الدوله ديالهم غادي تاسس تبدا في اوروبا عاد من بعد تمشي للدول العربيه ولا شي حاجه بحال هكا. غيزون دو بلوس، واش كتبان لك هذه منطقيه انه غتكون في اوروبا؟ على فهمتني اوروبا بحال فيها الارض غير شيطان. الناس مضاربين على اوكرانيا ومضاربين وغادي يجي يدير دوله في اوروبا. المهم الفكره ديالهم هو في اوروبا باغيين يكونوا الدوله ديالهم ومن بعد عاد يجيبوها لعندنا حنايا. كيقولوا هذاك المثلث ديال الحلايب وشلاتين وداك البلاصه اللي ما بين السودان و الكعبه ماشي بصح عنده الكعبه. الكعبه كاينه في بيترا يا والحج دابا حاليا الا باغي تحج الحج هو عبد الله هاشم، يعني غاسير عنده راك حجيت والفيزا على حسابه. دراري كلشي يرد راسو معاه في الدين، الفيزا قول له سبونسوريك سير للانجليز ما باقيش ترجع. لا ما صعيب والله. لا شكرا بزاف، سمح لينا اللي مرحبا بك من وقتك، ولكن راه فريمون عطيتينا اللاصق ديال اللاصق. خليني انونيم وصافي. صافي الدراك باغي نشكرك بالسميه، ولكن راه that was really good. ثانك يو سو ماتش. ولا كان شي واحد عندك في الدراري عرف الصوت ديالي بلا ما يخليني انونيم وصافي. صافي مشات. يلا تهلاو في راسكم. شكرا بزاف. بارطاجي معايا من بعد الفيديو. يلا خويا مروان. مبروك. تهلا الى اللقاء. شكرا بزاف. سلام. That was super interesting الدراري. Very very interesting. تنشكرو مستر انونيم على هاد المعلومات القيمه. حتى انا راه انونيم الناس ديال المهدي المنتظر، اتونسيون تاتاكيوني ولا شي حاجه، حنا راه هبال بحال الياس المالكي حنايا. داكشي ديال الكونسيبت. بان لي هادو كينتقموا هاد الدراري وطاف بلادهم وخانوا الاسلام وخانوا كل هذه الامور، وهو مساله كيفاش غادي يكون هذاك طنجاو. اوف كورس شمالي. ام سوري الدراري الشمال، مي كيجيو السلفيات تتوليو سلفيين، كيجيو الشيعة كنسمعوا الشيعة تشدوا في الشمال، كيجيو هذا الدين ما عرفتش من ديرهم مليح. المهدي المنتظر شي شمالي عصايب. هادو عطيهم غير واحد 5 سنين اخرى عاوتاني وغادي تلقاهم انتشروا. That's fucking nuts صاحبي. crazy. هادو كثر من الكركرين. عقلتي فاش هضرنا مع الكركرين فاش هضرنا مع الكركرين وجابوا لنا واحد التونسي ديالهم ناري غيجيبوا لنا عاوتاني هادو شي واحد. نهضروا معاهم ما كاينش المشكل، قنعنا الصاد. That would be interesting. الاخوه ديال عبد الله هاشم الاحمدي ولا ما عرف شنو هذا الدين هذا، ما عرفت شنو سميتهم، هذا قائم آل محمد. الا بغيتو تقنعونا مرحبا بكم في الستريم، بغينا نسمعوا الفكر ديالكم.